ايه. اه ازيكم يا جماعة؟ صباح الفل. هنجيب من الأول بس، معلش. اللي اتقال قبل كده مش هنقوله تاني. أيوة، يعني مش عايزين حد دكتور سنان يتعلم من كلية تانية، مش ولا عايزين حد يذاكر أصلا. ماشي؟ مش ناقصين عقد، هي كلية واحدة كفاية. جبت مايك زي بتاعك أهو يا علي يا حسين يا مهدي، ها؟ ب 75 جنيه. عشان تفتكروا بس إن أنتوا واصلين يعني. كل شهداء رابعة وشهداء الانقلاب اللي احنا عملناه، الانقلاب اللي نجح، كل الشهداء بتوعه في رقبة الإخوان. يسألوا هم. سماح أنور بقى وعادل إمام والنياكة دي كلها ما لا تستحق الذكر أساسا لا تستحق الذكر. والظابط اللي معانا اللي في الجيش كان اسمها سماح، هي اسمها حميدة أصلا، ما اسمهاش سماح. وزوروا الإمضة بتاعتها كمان. الجيش من الجيش المؤسسة الوحيدة اللي من حقها تزور مستندات. أمن قومي يا جماعة، أمن قومي، من حقها إنها تزور مستندات. إنما طبعا يعني الإخوة أبهات شريهان اللي أمها وأبوها محاميين الاثنين سبحان الله، وزوروا وهيتقفشوا. يعني فأنا بقول إن الجيش المؤسسة الوحيدة اللي من حقها تزور مستندات. هي ما بتزورش، هي بتكتب الحقيقة بس بطريقة ما تأذيش المؤسسة أو تأذي البلد بس. السيسي لا يعبر إلا عن نفسه، ما بيعبرش عن الجيش. اللي بيعبر عن الجيش واحد زي أحمد المنسي، زي الأبطال اللي ماتوا من جرفان، محمد بن جرفان بتاع الله الرسول محمد. بنهنيكم، احنا هنهنيكم بس براحتنا برضه، بمزاجنا برضه، مش وقت ما هو عاوز، احنا مزاجنا نجينا برضه. شاول قريش عمل لنا دين، وده كمان رايح عم بيقول لك الله رسول محمد كمان. مش عارف انتوا بتبصوا للهندي والخليجي ان هو اعلى من المصري ليه، مش عارف برضه. عشان بتتناكوا. مصر والسعودية شعوب متناكة، شعوب عظيمة متناكة طبعا. في سمك علاء مبارك، انا عايز علاء مبارك وعمرو خالد، الاثنين دول بس عايزهم يخشوا قدام السيسي ويتسجنوا، مع الاخت شريهان طبعا اللي هتشرف 3 سنين ان شاء الله. احنا دولة عسكرية كلها حاجات معروفة.
واللي دخل الجيش، اللي ما دخلش الجيش من الاخر يا جماعه، من الاخر اللي ما دخلش جيش عسكري او ضابط، يعني ما بتفرقش يعني، عسكري او ضابط، اللي ما دخلش جيش صفر على الشمال. جبت كلام عايز بتاعك يالا، عيب عليك يالا، احنا مهندسين برضه. مش هنقعد بقى نتكلم بقى في مهدي منتظر ومسيح منتظر والحاجات الترهل دي، عشان دول بقى ناس كتير قوي بقى كتير يعني. بس وانا يا سيدي مش المسيح يا سيدي، ولا المهدي ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس ده رمز، دي رموز. الغرض بقى من عسكرة الدولة دي ايه؟ ان الدولة تفضل على طول شباب، تفضل شباب على طول، ده الهدف من عسكرة الدولة. في الاخر بقى كده، في الاخر عشان كل الهري اللي دخلنا فيه قبل كده. ولا قاضي يلا يا حسام، يا حسام ها، إيه، انا ما جيتلكش مش محترمك اساسا، لان انت لما تكونك ماشي قضيه زي القايمه دي من غير ما تحكم فيها، تبقى يعني تاخد كل الوقت ده يبقى خصومك، انت حشره. انا هتحبس 3 شهور ولا اني اعمل خصومك اعتبار اصلا؟ انت خول، انا جندي في الجيش، انت خول. روح يا جيران. طبعا في ناس هنا في البلد مغضوب عليهم لان بيساعدوا منظمه اجراميه دوليه اللي هي المدمنين المجهولين. دي منظمة إجرامية دولية هدفها ابتزاز أهالي المدمنين، واللي بتبيع الوهم بقى للشباب، أي وهم تاني. لا بس حلو المنظر بتاع محمد بن شكزان، ولم الرؤساء العرب كلهم الزبالة، وهو رئيس الزبالة فكلتهم في الزبالة. قلنا إن الجيش الجهة الوحيدة اللي من حقها تزور في المستندات، ما اسموش تزوير، يعني بيبقى بعلم القاضي. طول ما انت او انت بعيد عن الزنا والسرقه والقتل، كل حاجه سهله تتحل، اي مشكله في الدنيا تتحل. لو بعيد عن الزنا والسرقه والقتل، اي مشكله في الدنيا تتحل. غير كده التصفيه بقى مع السلامه، ولا هنحبس ولا هنقطع ولا هنيجي. هو النبي يا سيسي بخي احمد فؤاد ومحمد مسعود، اوعى يبوظوا، اوعى تبوظهم، ها اخفيهم يا عم، خليهم يذاكروا. في بقى في حاجات تانية، انا بصراحه مش قادر، ظهري وجعني، نبقى نكملها بعدين. الاول هنا